شيخ سعودي كيف كان كشيخ سعودي قدر يوصل على هذا التبرعات، عن طريق التبرعات. تبرعوا للعائلات في كتير شيوخ سعوديين بيجوا على الأردن على البيوت ومشان يتبرعوا. أول مرة رفضت، السبب يعني كتير فكرت بكتير اشياء، واصر انه يشوفني مرة تانية. قعدنا انا وياه وصار يحكي لي انه وضع سوريا صار بالمرة، ورجعتكم لسوريا صارت مستحيلة، وانه يعني ما عندكم، خصوصا ما في رجال بالبيت، يعني الوضع صار اصعب واصعب، وانا راح اكون الرجال المسؤول عنكم. ايوه، يعني صار يغريني بكتير امور، انه اهلك راح يطلعوا على السعوديه وراح ادير بالي عليهم، خصوصا في عنا اطفال هون. اختي نعم. طفله. المهم اول مره بعد ما رفضت رد اجوا وصار في قبول. نحن بسوريا نعمل كتب كتاب بورقه، وفينا يعني نثبته بعد سنه او بعد سنتين او باي وقت، مر اسبوع كامل، يعني خلاص انه صار زوجي بسنة على سنه الله ورسوله وكل شيء. صرت احكي له انه خلينا نثبت كتب الكتاب وما بعرف شو. اول مره حكالي انه وين تثبتي كتب الكتاب، خليها لبعدين، ممنوع حاليا الا بتصريح. حكيت له لا، بدنا نثبت كتب الكتاب عن انت طريق ليه كان عندك الأردن. حرص انه تثبتي كتب الكتاب؟ كان عندي حرص لانه كتير ناس نبهتني، يعني انه لازم ضروري اني ثبت كتب الكتاب مشان تاخدي حقوقك في حال بده يتركك. اكيد. اكتر شيء اثارني وخلاني اعمل ضجة بالموضوع هو انه حكالي انه لما بدي ثبت كتب الكتاب رح انسجن انا وانتي. انا هون استغربت. ليه؟ هو ما هذا حكينا، استغربت. قلت له ليش بدنا ننسجن؟ حكالي لانه زواجنا غير معترف فيه. لما هو موجود شهود وما هو موجود شيخ. طب هو شيخ حقيقي او منتحل صفة شيخ؟ هو ملتحي وعلى السنة وبس، ما بعرف على اساس معمم؟ انه الشيخ معمم بحط عمامة؟ شماخ سعودي، يعني شيخ سعودي. مم. سلفي. حتى الملبوس كان على السنة. وكتير اشياء. حتى كنت منقبة معه. نقبك؟ اوكي. بالرغم اني لا كنت بالاردن منقبة ولا بسوريا، بس اصر انه ينقبني فتنقبت. حتى لما كنا نتخانق انا وياه يخاف انه يطلع صوتي لبرا، انه يهددني بالشرطة. هو كان يبين الملاك البريء، لانه كان بالاول وبالاخير شيخ. شو اللي بضايقك؟ انه يعني بنت عمرها 20 سنة وصلت لهي المرحلة، او ما ضلت مثلا 4 شهور، او خلينا نقول 4 شهور ونص، وصار فيها يعني شيء انه اكبر من انه يصير بعمره. يعني ما كان لا يطلعني كان بأي يجبرك مكان. على اشياء؟ كان يجبرني على كتير اشياء. جنسيا؟ جنسيا. هل شي مرة حسيتي انك عم تغتصبي؟ اي نعم، اكثر من 10 مرات. يعني كنت الاقي عنده في كتير حبوب. شو هي ما بعرف. انا لما اطلع عليها بيحكي لي انه مقويات مشان الانجاب. هو عنده عائلة بالسعودية؟ طبعا انا الرابعة. انت رابع مرة. طيب عنده ولاد؟ عنده تقريبا شيء ما شاء الله 15 يعني. 15 ولد؟ اكبر بنت عنده اكبر مني بسنة، واكبر شاب عنده اصغر مني بسنة. اذا بده شيء يحاول يقطع عني الدخان مشان يوصل شيء للي بده اياه، وانا كنت وافق على اي شيء بده اياه. كتير اشياء عملها معي بسبيل انه انا بنت مدخنة، مشان ما انحرم من الدخان. يعني اغراني بسبب سوء وضعي. واخر شيء والله مو معترف فيه نهائيا. انا هلا حاليا لا مثبت كتب كتابي، ولا اخذت مؤخر، ولا الي ملبس، ولا اي شيء. وحتى انه يعني هو ما اخذ جزاءه نهائيا. يعني ضاع كل شيء، واهم شيء مني ضاع هو الامر الغالي على اي بنت، وعلى الفاضي. ومطلقة 20 سنة ومطلقة، وقضت 4 شهور. صعبة مشان شو؟ مشان أوضاع، ومشان لجوء، ومشان طلع من برات البلد. صارت الناس تستغل هذا الشيء.